لو انت عايز تبدأ شغل في مجال العقارات في دبي، ركز معايا في اهم 3 نصايح لازم تاخد بالك منهم. النصيحة الاولى، لو انت بتعمل شيفت كارير او لسه جاي تبدأ من الصفر، اعمل حسابك ان في مجال العقارات لازم تأمن نفسك من 3 ل 6 شهور، عشان السايكل بتاعت البيعة بتاخد وقت. ولو بعت النهارده بيعة، على ما البيعة دي تسمع والكوميشن بتاعها يطلع هتحتاج شوية وقت. فلازم تبقى داخل مش على فيض الكريم عامل حسابك انك من تاني اسبوع او تالت اسبوع هتكسب او هتعتمد على مرتبك. لا، لازم تأمن نفسك 6 شهور في حالة لو انت جاي تبدأ جديد او لو انت بتعمل شيفت كارير من مجال تاني. النصيحة التانية، انك اعمل مكالمات كتير 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 كتير، ايا كان نوع الليد اللي انت مستلمه ده جاي لك منين. ليه؟ لان في البداية هتبيع بيعة حظ، هتبيع بيعة العميل، هتبقى مصادف انه موجود عند المطور اللي انت موجود عنده وعايز يشتري وجاهز يشتري، وانت نفسك هتستغرب البيعة دي تمت ازاي. طيب عشان ده يحصل لازم تعمل مكالمات كتير، اعمل 100 مكالمة، 200 مكالمة، 300 مكالمة في اليوم عشان توصل لاول بيعة، وتزود من احتمالية ان انت تلاقي من الارقام دي حد مهتم وجاهز، حتى لو ده هيخليك تشتغل 24 ساعة في اليوم. النصيحة الثالثة، بعد اول بيعة لازم تتعلم تبيع نفسك للعميل، مش تبيع العقار للعميل. يعني ايه؟ يعني في الفترة الاولى انت هتشتغل تيلي سيلز، معاك معلومات مشروع، بتكلم الناس: ايوه يا فندم، حضرتك سجلت على المشروع الفلاني، المشروع ده مواصفاته 1 2 3، عاجبك تعالى اشتري، مش عاجبك ما تجيش. خلاص، بعد البيعة الاولى دي لازم تفهم ان العميل بيشتريك انت، مش بيشتري المشروع، بيشتري ثقته فيك، مش بيشتري حمام السباحه الخاص ولا بيشتري الفاسيلتيز والامينيتيز اللي في المشروع. فمن بعد البيعه الاولى ابدا طور مهاراتك وبيع نفسك للعميل. دول كانوا اهم 3 نصايح لبدايه شغلك في العقارات في دبي، ولو محتاج اي تفاصيل سيب لي رساله وان شاء الله اجاوبك.